سيد عبد الحفيظ بصراحة حفل تحفيل ضحك الاستوديو كله على اللي هو أحمد سليمان. أداء الزمالك في مباراة وادي دجلة طبعا يعني في صالح الأهلي كان لعبا ونتيجة، يعني نعمة ربنا يحفظها من الزوال الصراحة. الإعلام مش هيسيبنا. نظر الإعلام العربي يؤدب الأسطورة الهارب الدحضورة عصام الحضري وأحمد حسن والمنيسي والقيعي يردوا عليهم، والوزير يتدخل وبيقول لك لازم يكون عندنا أدب، وده لازم يكون نابع. وهنا أبو رضا بيصدر قرار بإيقاف التصريحات في التلفزيون. الإعلام مش هيسيبنا. الكلام اللي انا حذرت منه امبارح، اللي ما بيهمنيش الاسماء، ده عميد، ده صول، ده غفير، ده ما بيهمنيش، ده اسطوره، ده دحضوره، ما بيهمنيش، مش فارق معايا ابدا هذا الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم الأهلي وطن سبورت. الإعلام مش هيسيبنا. حضرتك لو دي أول مرة بتشاهدني أو بتشاهد القناة، يا ريت حضرتك تشترك بالقناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك الإشعار بكل فيديو جديد ننشره أول بأول. ومن فضلك وليس فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لكل المشتركين معانا. الإعلام مش هيسيبنا. نبدأ الفيديو. النهارده معانا نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. عندنا النهارده المشكله اللي عملها عصام الحضري واحمد حسن، والاثنين طبعا لعيبه كبار ما نقدرش نتكلم عليهم، بس اللي يسمي نفسه اسطوره وهو ملك الهروب، والتاني العميد قطعه شطرنج بتتغير. كانت لسه كويتي وبعدين اتقلب ماليزي وبعدين بقى كريستيانو رونالدو. ازاي هو العميد ده عميد هوا؟ وبعدين عيب، دي خيانه لمصر. ايوه دي خيانه من مصر لما تكونوا اعضاء المنتخب اللي لاعب العرب مع الكابتن حلمي طولان وتهاجموا حسام حسن مدرب المنتخب الاول وهو ليه قدامه مباراتين اتنين للوصول لكاس العالم. انتوا مش مسؤولين ولا تعرفوا حاجه عن المسؤوليه. انتوا بصراحه اسطوره الهروب وواحد مش عارف حاجه في حاجه. وبعدين تقلبوا الدفه على شوبير. انتوا قد شوبير؟ انتوا لسه كتاكيت، في الاعلام. واحد مغرور اسطوره الهروب في مصر، وواحد عميد على الورق بس. الإعلام مش هيسيبنا. نظر الاعلام العربي يؤدب الاسطوره الهارب الدحضوره عصام الحضري واحمد حسن والمنيسي والقيعي يردوا عليهم، والوزير يتدخل وبيقول لك لازم يكون عندنا أدب، وده لازم يكون نابع. وهنا أبو رضا بيصدر قرار بإيقاف التصريحات في التلفزيون. الإعلام مش هيسيبنا. سيد عبد الحفيظ بصراحة حفل تحفيل ضحك الاستوديو كله على اللي هو أحمد سليمان. هنسمعه مع بعض كلنا عشان تشوفوا السيد عبد الحفيظ وطلاقة لسانه وحضور ذهنه. الإعلام مش هيسيبنا. يلا بينا نسمع وارجعوا لي. يلا بينا. الإعلام مش هيسيبنا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. موضوع مش فاهم ايه خليني انا اقول لك القصه. ايوه احكيها لي. كابتن عصام الحضري حط صوره له مع الكابتن احمد حسن وقال لك العميد الاصلي عندنا احنا هنا مع المنتخب الثاني. اتفهم ان ده تلميحا او تلقيحا على العميد الكابتن حسام حسن. انا عمال ادور. كابتن احمد شوبير قال ما يصحش كده، ماشي، والدعم للمنتخب الاول والمنتخب الثاني وما ينفعش الكلام ده. قام رادد الكابتن احمد حسن قال لك الكابتن شوبير بينصحنا على الهوا فانا هرد على الهوا. ورد وكتب ملحمه او قال في برنامجه ملحمه طويله واتاخدت في السوشيال ميديا. دخل عصام الحضري على الخط الازمه وكتب هو الاخر تويته واثنين. الامر زاد عن الحد. دول جهازين. وانت بتلزم اللعيبه انها تنضبط وتلتزم، ما ينفعش المسؤولين في المنتخب هم اللي يلجأوا للسوشيال ميديا او يتكلموا في الاعلام. فالامر
الجمله دي مهمه جدا يا استاذ ابراهيم. الامر يحتاج ان المهندس هاني ابو ريده يقول لهم لا، كله يستنى بقى. في النهايه في مسؤوليه، انتوا لابسين قميص المنتخب، انتوا مسؤولين عن المنتخب، فانت ازاي عايز تطالب لعيبه بالانضباط والالتزام وانت مش منفذ ده؟ بدل ما اروح ناحيه الخطا بشكل مباشر، اروح مدول الموضوع وجميع العناصر، عشان هل حصل رد من الجهاز المنتخب الاول على الصوره؟ لا. يبقى ليه بقول جميع العناصر؟ يبقى ما فيش هنا جميع عناصر. يبقى هو الموضوع كله كان عباره عن صوره، ثم انتقل التراشق بين الكابتن احمد شوبير و كابتن احمد حسن وكابتن عصام الحضري. فاحنا لازم نخرج بقى الناس من معادله، اصل احنا بنعاني منها يا استاذ ابراهيم. بنعاني منها ان كل ما احب اوجهه لهم لنادي يقول لك على الانديه قال مش عارف ايه. لا، روح لناحيه اللي ارتكب الخطا حدثه. الأهلاوي مش هيسيبنا. السلام عليكم. والله العظيم يا جماعه درجه حراره 45 وكان بيجي معايا عميد العالم الاصلي ولقيت واحد ده مره واحده وقف، وكان بيجي معايا عميد العالم الاصلي. يعني ان احنا نود جزء من انت قلت كلمتين من شويه عليا، قولهم. قولهم انت. لا قول. استني بس عشان افكروا بيهم الكلمتين دول بعد كده. هو المفروض ان احنا موجودين 8 ساعات في اليوم عمل. ايوه. بس طبعا لو وصلوا 18 ده المواعيدين دي ولا ده خش على الاسطوره. اسطوره. كابتن عصام، على فكره يا جماعه بجد انا لعبت في الزمالك وطول تاريخي لعبت في الزمالك، انما معانا دلوقتي اسطوره حراسه المرمى في مصر كابتن عصام الحضري. اتفضل يا كابتن عصام. الرؤى، وانت اولا منورنا حبيبي يا كابتن. طبعا، والعميد الاصلي رقم تمام. واحد. العميد الاصلي هو تاني. تقصد احمد حسن صح؟ اكيد، امال هو في شله واحد بس. لا احمد تاني بجد والله ما بنحبش نزوق، دي الحقيقه. ماشي. الحقائق لازم نقولها. وبجد انا سعيد ان انا معاك النهارده حبيبي يا كابتن طارق، انا اللي سعيد معاكم طبعا مع النجوم الموجودين، ونتمنى ان احنا نعمل حاجه كويسه، وزي ما العميد قال لك احنا عايزين ندي حاجه لبلدنا، خير بلدنا اللي علينا عايزين نرده لهم ان شاء الله. نتمنى ان احنا نعمل حاجه كويسه والاولاد يكونوا حاجه كويسه، وربنا يكرمهم، فرصه جايه لهم وعندهم نجوم كتير يعني يتعلموا منهم. ان شاء الله نعمل حاجه كويسه كده كلنا مع بعض، هنتعب شويه بس ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه. الأهلاوي مش هيسيبنا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. للبيان اللي اصدره اتحاد الكوره النهارده، او الكلام اللي قاله المهندس هاني ابو ريده، اللي شدد على ضروره دعم المنتخبات الوطنيه، في مقدمتها المنتخب الوطني الاول في مسيرته نحو التاهل نهائيات كاس العالم وتحقيق حلم جماهير الكره المصريه. هذا الدعم امر ثابت وواجب تجاه جميع ابنائنا في كل المنتخبات الوطنيه، وشاركنا في ذلك جميع الجهات المعنيه والجماهير العاشقه لكره القدم. التزام كافة المنتخبات بسياسة الاتحاد المصري في هذا الخصوص والتعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة والتي نعمل بلا كلل من أجل الوصول إليها. المنتخب الوطني على أعتاب مرحلة مهمة خلال لقائي أثيوبيا وبوركينا فاسو خلال الأيام المقبلة لحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم، تستوجب وقوف الجميع خلفه على قلب رجل واحد، داعمين ومشجعين. الأمر نفسه يمتد إلى المنتخبات الوطنية الأخرى التي تنتظرها خلال الأيام والأسابيع المقبلة المشاركة في عدد من البطولات المهمة، هي كأسي العالم للشباب والناشئين وكأس العرب، وكلنا أمل في أن تنجح جميعها في تحقيق أملنا وطموحاتنا. ضرورة التزام الجميع بسياسة الاتحاد في هذا الشأن، وضرورة إطفاء الهدوء على تصرفات كافة المنتسبين إليه، عدم السماح باستخدام السوشيال ميديا أداة تتسبب في صرف التركيز الواجب توفيره لعمل المنتخبات في مناخ إيجابي. تمام، ده كلام المهندس هاني أبو ريده للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، وده كلامي بتاع امبارح. ده الكلام اللي انا قلته امبارح، ده الكلام اللي انا حذرت منه امبارح. ما بيهمنيش الاسماء، ده عميد، ده صول، ده غفير، ده ما بيهمنيش، ده اسطوره، ده دحدوره، ما بيهمنيش، مش فارق معايا ابدا هذا الكلام. انا يهمني ان انا منتخب مصر الوطني عنده مباراه وبعدها مباراه، المباراتين دول يوصلونا الى نهائيات كاس العالم اللي احنا كلنا بنتمناها. انا مش شغلتي ان في ناس نفسها ان المنتخب ما يوصلش ونفسها ان المنتخب ما يكررش عشان تبقى هي اللي لعبت او هي اللي شاركت. انا شاركت كاس العالم وهتجنن انه مصر تصل كاس العالم مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره وعشرين وثلاثين، لان ده مهم اذا كنت مصري مخلص، اذا كنت مصري محترم، اذا كنت لعيب بجد
او كنت لعيب قلبك على بلدك وعلى منتخبك وعلى ناديك وعلى زملائك وعلى مدربيك، هو ده الصح. هو ده اللي انا قلته امبارح دون ذكر اسماء خالص. مش طبيعتي. اسهل حاجه ان انت تطلع هنا وتصرخ وتشتم وتكتب وتعمل وتخلي وتسوي، ولا ليه لازمه. انا الكلام اللي انا قلته امبارح كان كلام في منتهى الادب وكلام في منتهى الاحترام وهو موجود، كلام شديد الاحترام. يا جماعه الخير، عندنا اسبوع هنوصل منه او نوصل فيه لكاس العالم بامر الله. ساندوا الجهاز الفني، وقلت عاجبك او مش عاجبك مش مهم دلوقتي. المهم دلوقتي ان انت تساند المنتخب الوطني، يبقى تساند لاعيبتك، يبقى تساند مدربيك، يبقى تساند ادارييك، يبقى تساند منظومتك كلها من اولها لاخرها، خصوصا انك شريك اساسي في هذه المنظومه. ما هو الخطأ؟ هي في ناس ما بتعرفش تقرا، في ناس ما بتعرفش تسمع، في ناس الجهل واخدها الى هذه الدرجه. لما انت بتتكلم على منتخب بلادك بتتكلم بكل الاحترام على كل المنظومه، ويطلع بعض الزملاء يؤكدوا هذا الكلام، ثم يطلع رئيس اتحاد الكوره يقول هذا الكلام. لكن هو انا القط بتاعي جمل؟ هو في ايه يا عم؟ وانا فاضي بقى هقعد ارد على ده وارد على ده وارد على ده وارد؟ مش هرد على حد خالص. هنا في حاجه اسمها اجنور، تجاهل خالص، ما ينفعش. وهتتحاور مع مين وتتحاور ليه؟ احنا بنتكلم في مصلحه بلد، في صالح بلد. هو انا ليا صالح؟ ده انتوا اللي في المنظومه، ده انتوا اللي موجودين في المنظومه، انتوا اللي محسوبين على المنظومه، بتاخدوا فلوس ما بتاخدوش فلوس، مش شغلتي خالص. شغلته ان انتوا ناس موجودين في المنظومه، بنقول لكم يا جماعه الخير، قلت كده يا جماعه الخير اسبوع، اصبروا اسبوع بس نعدي كاس عالم، وبعد كده هزر براحتك لو كان هزار، ولو كان جد يا سيدي شوف الاتحاد بتاعك بيقول ايه بيعمل ايه. هو احنا ليه كده؟ احنا ليه بناكل في بعض كده؟ وانت مستني بقى ان انا اطلع اكتب لك وانت تكتب وانا ارد عليك؟ مش هرد عليك خالص، ولا هعبرك اصلا خالص بصراحه يعني. لكن انا هعبر منتخب بلدي، هعبر جمهور بلدي. انا سعيد جدا، الناس عماله تكلمني عايزين تذاكر عايزين تذاكر، فرحان جدا. ده هيضايقك ان الجمهور هيروح؟ ده هيضايقك ان اللي ان شاء الله ال50,000 هيبقوا موجودين في الاستاد؟ تبقى مش مصري يا اخي، تبقى مش مصري، تبقى مش قصتك ولا حدوتك انت خالص. اكررها لك بتاعت زمان، مش مشكلتك انت خالص. انا ما عنديش صراع مع حد، انا عندي النهارده مصلحه منتخبنا الوطني اللي النهارده الاربع يوم الثلاث باذن الله نكون في كاس العالم. ازاي كلنا نقف ورا هذا المنتخب بقياده حسام وابراهيم وطارق سليمان ومحمد عبد الواحد وسعفان الصغير ووليد بدر والدكتور محمد ابو العلا والناس كلها ان هم يتاهلوا لكاس العالم. ده دورنا. ايه الغلط اللي احنا قلناه؟ هو انتوا يا ابني عايزين انتوا وكمان بتقول لي صباح الخير؟ طب يا سيدي ما فيش صباح الخير ولا مساء الخير ولا حتى تصبح على خير. لكن عايز تجرجرنا لخناقه ومعركه ليه؟ ليه عايز تدخل في معركه ليه؟ وعايز تدخل في خناقه ليه؟ وما بتستحملوش كلمه ليه؟ ده ما حدش بيجيب سيرتكم ولا اسمكم. ليه يا جماعه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل لنا؟ ايه كم التربص اللي موجود ده؟ ليه كده؟ ده انتوا موجودين في المنظومه، ده كل واحد فيكم في اكتر من منصب، انتوا اكتر ناس تساعدوا وانتوا اكتر ناس بتستفيدوا. بس احنا كمصريين كمحبين لهذا الوطن هيطلع بقى يقول لك البلد والفتنه والفته واللحمه والملوخيه والمكرونه ايه يا عم؟ في ايه؟ في انت وهو مالكوا؟ في ايه؟ اهدوا كده شويه، صلوا على حضره النبي، صلوا على النبي، ده النهارده ذكرى مولد النبي عليه الصلاه والسلام. اهدوا كده بالراحه شويه. صعبان عليكم ان انتوا تساندوا المنتخب لمده اسبوع؟ ماتش بعد بكره وماتش يوم الثلاث. ايه ده؟ ليه كده؟ ايه الاسلوب الغريب ده؟ وايه جر الشكل ده؟ ليه؟ يا سيدي قسما بالله لا هرد عليك ولا عليه ولا على اي حد خالص. انا ماشي في سكتي وانا متعود على كده، طبيعتي في حياتي كده، اللي بشوفه بقوله. بيفضلوا بالنبي يا احمد ما تقول عشان خاطرنا، الله يخليك بلاش. اقول لهم حاضر، انا اجي قدام الشاشه اللي انا شايفه بقوله، ما بعرفش اتغير. هعمل ايه؟ على راي نجيب الريحاني، ربنا عمل كده، خلقني كده، عملني كده، هو كده. طب اعمل ايه؟ هعمل ايه؟ مش عارف اعمل غير كده ومش عارف اقول غير كده. يا جماعه عندنا منتخب الشباب بقياده اسامه نبيه، نساعده ونسانده، رايح كاس عالم كمان كام يوم، ربنا يكرمه ويوفقه ويرجع بميداليه يا رب ان شاء الله، او على الاقل يحقق نتائج طيبه. عندنا منتخب مصر بقياده اسامه نبيه، منتخب مصر بقياده احمد الكاس، عنده شغل وعنده بطوله العالم ان شاء الله، وبيلعب بطوله الخليج، العيال اكبر منه شويه
وبالتالي اللي بيلعبوه يعني اكبر منه شويه، ان شاء الله يعمل نتائج كويسه في كاس العالم ويطلع لنا لعيبه كويسين، وان شاء الله يظهروا ويحترفوا او يلعبوا في انديتهم. نساند، ما حدش هياخد كل حاجه، مش هتاخد كل حاجه صدقني، والله ما هتعرف تاخد كل حاجه. هناك حكمه رائعه دائما وابدا نحطها في ودنا، كذا حكمه بقى هقول لك يعني. اول حاجه، تستطيع ان تخدع بعض الناس بعض الوقت، ولكنك لن تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. ادي واحد. نمره 2، يا ابن ادم ارض بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. نمره 3، القناعه كنز لا يفنى او لا يفنى. خدوا بس الحاجات دي كده حطوها في دماغكم عشان الدنيا تمشي. يا ابني اجري جري الوحوش، غير رزقك لن تحوش. ربنا اللي كاتب ده، ربنا صارف القبول لده، وصارف الغضب على وش ده، وصارف الغضاضة على وش ده، وصارف السماحة على وش ده، وصارف الحب على وش ده. هو ربنا مقسمها كده. ممكن واحد يبقى متخيل الناس كلها بتحبه ومش محبوب، جايز، والعكس صحيح. انا مره عملت لقاء مع احد الفنانين وحاجه جميله جدا، وهو يعني موهوب وبتاع، بس ما فيش قبول قوي. فبساله يعني عمال اقول له بتاع لي، بس القبول ده بتاع ربنا، انا الحمد لله والشكر لله الناس بتعشقني. قلت خلاص، هو الراجل عنده قناعات بهذا الامر تمام، وتعاملت معاه في الحلقه بهذا الامر يعني، ولا احرجه على الاطلاق. فيا جماعه بس حبوا البلد لمده 6 ايام، لحد بعد بكره نكسب ان شاء الله اثيوبيا، وبامر الله الثلاث نكسب او نتعادل مع بوركينا فاسو. تعالى بقى يا عم، عايز تتكلم قول، عايز تعمل خلي زي ما انت عايز، لكن التجاهل بالنسبه لهؤلاء هو افضل حاجه. عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين. الأهلاوي مش هيسيبنا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. دور مهم لاتحاد الكوره ودور مهم للكابتن هنا بوريده. كل من يعمل في المنظومه في اتحاد الكوره يكون في ادبياتها، ولا يسمح، وده مسؤوليه مباشره للاتحاد المصري، لمن يعمل في الاتحاد المصري لا يمتلك حق التصريح الا بمجلس الاداره، ولا بد ان يكون هناك الثواب والعقاب. دي حاجه ترجع لاتحاد الكوره، وبشكر المهندس هنا بوريده. الأهلاوي مش هيسيبنا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. عند الزمالك يعني البدايه كانت مع سيراميكا، فرقه كويسه جدا جدا جدا، ومدرب كويس كابتن علي ماهر. فاداء الزمالك كان الى حد كبير مقبول جدا، واختتم بنتيجه. ممكن مش عايز اقول لك اختلف معاك بس على موضوع ناصر ماهر. ناصر ماهر لعب 4 ماتشات جايب 2 جولين، يمكن هو الهداف بتاع الفرقه. فكون ان في واحد بيلعب 8 أو 10 في فرقه ويبقى الهداف، ممكن تبقى انت منتظر منه اكتر من كده صحيح، لكن في الاخر مؤدي. يعني اداء الزمالك في مباراه وادي دجله طبعا يعني في صالح الاهلي كان لعبا ونتيجه، يعني نعمه ربنا يحفظها من الزوال الصراحه. لعبا ونتيجه، يعني نعمه ربنا يحفظها من الزوال الصراحه. فيعني احمد سليمان مش سهل، بس عنده حق. عنده حق بنتيجه وادي دجله. اكيد تجاربها. قلت لك قلت لك وادي دجله وساب بيراميدز. ما فيش كده، ده احنا حيينا بيراميدز يا راجل. كابتن ما فيش كده ان فرقه الزمالك خد بالك تكسب. لا انا اسف يا كابتن، انت عارف الثلاثي الكبار دول عاملين زي ايه؟ يعني بص، بيراميدز بيدي خدمه للاهلي والزمالك ان هو يتعادل مع دجله ويخسر من المودرن، مظبوط، يتعادل مع المصري. فيقوم الاهلي مدي خدمه لبيراميدز ان هو يرجع في المنافسه ثانيه. فيقوم الزمالك يسكت. لا ازاي؟ بس احنا الاول المعلم الكبير. انا طلعتي بقى، انا اغيب وارجع امتى؟ بس على كل ده احنا الاول، ده على كل ده لا مش الاول، ده الاول ليه؟ المصري الاول، ده احنا نرفع تعظيم سلام وقبعه للمصري. الأهلاوي مش هيسيبنا. ما تيجي نقول حاجه. اتفضل. ما تيجي نشوف ننسى التجربه اللي فاتت دي شويه، ننسى اللي فات ده خالص، لانه اللي فات ده خلاص واللي جاي حماده تاني. تمام. يعني فاللي فات ده خلاص بقى انتهى. يعني لحد امبارح ما احنا بنوضح عشان ما تتكررش. ما انا بقول لك اهو خلاص لحد امبارح تتكرر. الوقفات اللي عملتها لجنه التخطيط او القائمين على الكره في النادي الاهلي وقفات خلاص صحيحه. فخلينا ننسى اللي فات ده خالص. حلو. ده اللي في مصلحه النادي. صح. نتكلم من النهارده بقى. حلو. تمام. يعني خلاص اكيد يعني ننسى البوست والتويته ننسى كل حاجه بقى خلاص. احنا النهارده ولاد النهارده. تمام. كل واحد بقى ياخد يعني كده امام بقى يشيل شيلته بقى خلاص. كل واحد مسؤوليته بقى. انت شايف ان امام انا شايف من مصلحه الاهلي بس. انا بشوف من مصلحه الاهلي. الكلام في بعض الامور
في بعض الامور، مصلحه الاهلي في بعض الامور ممكن يبقى ضرب في النادي وضرب حتى في البوزيشن نفسه في حاجه معينه، خلاص في قرار يبقى الكل يمشي وراه، انتهت، والناس تدعم القرار ده وتدعم ده الناس اللي هي عايزه مصلحه النادي بجد. فخلينا ناخد الفتره اللي فاتت فتره ما كانتش حلوه، مش احسن حاجه خالص. انت شايف كده؟ فننساها ونتكلم من بكره بقى، نتكلم من بكره تجربه جديده في تمرين جديد بجهاز جديد بناس جديده بمسؤوليات جديده. طيب. وبعدين انتوا شفتوا مثلا يعني غضبه الناس، اللعيبه نفسها شافت غضبه الناس. الأهلاوي مش هيسيبنا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. واخيرا اشكر حضراتكم على طيب صحبتكم وحسن استماعكم، وارجو من حضراتكم اللي ما اشتركش بالقناه يشترك بالقناه ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا اشعار جديد بكل فيديو ننشره اول باول. ومن فضلك وليس امرا تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل معانا لكل المشتركين، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.